السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ النهارده هاعمل معاكم الزلابية المقرمشة، وإزاي تفضل معاكِ مقرمشة لتاني يوم زي أول يوم، يعني هاقول لِك إزاي الزلابية تفضل معاكِ مقرمشة في نفس اليوم، وكمان تفضل مستمرة لتاني يوم مقرمشة، في ناس بتطرى معاها الزلابية، أنا هاقول لِك إزاي تفضل لتاني يوم مقرمشة. تابعي معايا الفيديو للآخر وهاقول لِك كل أسرار العجينة الناعمة عشان تطلع الزلابية مقرمشة معاكِ، زي ما أنتم شايفين كده يا جماعة إزاي هي مقرمشة. تعالوا معايا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بالمقادير. المقادير يا جماعة 2 كوباية ونُص دقيق، ونُص كوباية نشا، و2 معلقة خميرة، معلقة كبيرة خميرة، و2 معلقة كبيرة سكر، و2 كوباية مَيّة دافية. ونبدأ معاكم بسم الله، وأول حاجة هنحط 2 كوباية مَيّة دافية زي ما أنتم شايفين كده، دافية مش سخنة يعني مَيّة متوسطة. وكمان هاحط عليها معلقة السكر كبيرة، وأقلّبها كده شوية، وبعد كده هاحط معاكم 2 معلقة كبيرة خميرة. هو الكيس خَد معايا معلقة والتانية كانت معلقة مش مليانة أوي. جيت حطيت المعلقة التانية يعني، وأقلّب كده زي ما أنتم شايفين، أقلّب كويس كده عشان خاطر الخميرة تغمر المَيّة والسكر، نقلّبهم مع بعض كويس. وهنا كنت حطيت باقي الخميرة اللي قُلت لكم عليها، يعني كده معلقتين كبيرة بالضبط، وأقلّبهم كده زي ما أنتم شايفين جامد بالمضرب، أقعد أقلّب فيها كده أقلّب، 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 أقلّب جامد. وبعد أمّا قلّبتها كده يا جماعة هاسيبها تخمر 10 دقايق، وهاورّيكم بعد أمّا نرجع بعد ال10 دقايق، بُصّي 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير، هتلاقيها بقى خمرانة كده والعجينة والعجينة عِليت معاكِ كده وهتشوفيها دلوقتي. وهنا كنت رجعت معاكم بعد أمّا سِبتها بتاع 10 دقايق، ربع ساعة. شايفين يا جماعة هنا خمرانة إزاي وقوامها كان عالي، شايفين؟ وكمان يعني فيها فقاقيع كده من الخمران بتاعها. وهابدأ معاكم أحُط الدقيق، دول كوبايتين ونُص دقيق، هاحطهم كلّهم وهاقلّب في العجينة وهاورّيكم إزاي هاعملها. كده حطيت أول كوباية، وهنا كنت باحط تاني كوباية أهي زي ما أنتم شايفين. ويا ريت يا جماعة يعني دقيق بتعمليه لأي حلويات يا ريت تنخليه، ده النُص كوباية التاني كده كوبايتين ونُص، ودي نُص كوباية نشا حطيتها عليهم، وهابدأ أقلّب بقى المكونات دي كلّها في بعض بالمضرب زي ما أنتم شايفين. زي ما قُلت لكم أي دقيق تحطيه في أي عجينة بتعمليها لازم تبقي تنخليه، هيطلّع معاكِ الحاجة كده ناعمة وحلوة. ويا ريت بقى سُنّة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، صلّوا يا جماعة على النبي عليه الصلاة والسلام، تحطّوا رشّة ملح، يعني في أي دقيق بتعمليه حطّي رشّة ملح، دي سُنّة يعني. وزي ما أنتم شايفين باقلّبها، يعني بُصّي هاقعد أقلّب فيها كتير عشان العجينة تبقى من نجاح الزلابية إن أنتِ تقلّبي في العجينة كده. بُصّوا بقى الحركة اللي جاية دي هي أكتر حركة هتطلّع معاكِ العجينة مقرمشة، العجينة طرية يعني قصدي، وتطلّع معاكِ كمان الزلابية مقرمشة. هتقعدي كده تلِتّي في العجينة مرّة و2 و3 و10 ما تزهقيش، يعني كل أمّا تعملي فيها أكتر كل ما العجينة تبقى طرية معاكِ. بسم الله الرحمن الرحيم تسمّي يعني بسم الله وابدئي اعملي فيها كده. أنا هنا كمان يعني مش مطوّلة عليكم في الفيديو أوي، ده أنا عايزة أقول لكم إن أنا قعدت عملتها كتير الحركة دي، عشان كل أمّا تعملي الحركة دي كل أمّا تنعم معاكِ أكتر وأكتر.
كل أمّا تعمليها كل أمّا تنعم معاكِ، شايفين؟ وشايفين كمان بتتنفّس إزاي العجينة؟ فيها فقاقيع هوا كده، ده بتتنفّس العجينة كده، العجينة حلوة معاكِ يعني. وكده أنا كنت هاسيبها ساعة تخمر في مكان دافي، أهي تخمر ساعة في مكان دافي، وهاسيبها بقى ونيجي نعمل الشربات مع بعض، هاقول لكم مكونات الشربات ونعملها سوا لحد ما العجينة تخمر، يالّا بينا. هنا الشربات يا جماعة هتحطي 4 كوبايات سكر و2 كوباية مية ونص ليمونة و2 فانيليا، واحدة أو 2 زي ما تحبي يعني. الشربات ما بياخدش معاكِ يعني يغلي كده 10 دقايق، هاوريك أهو كده كان بيغلي، أنا بس كنت باقلّبه، هو مش لازم تقلّبيه، مش عارفة السكر اليومين دول بقى بيعمل رغاوي كده ليه. ف كده بُصّي هي كده مجرد ما بتغلي خلاص، هاحط عليها نُص ليمونة، هاعصر عليها نُص ليمونة وأحط عليها الفانيليا، يعني بعد 10 دقايق كده وتسيبيها 5 دقايق تاني وتطفي عليه، ما تطوّليش على الشربات عشان ما يتقلش معاكِ وما يبقاش يعني تقيل أوي. هنا باحط الفانيليا واسيبه بقى يغلي كده 5 دقايق كمان واسيبه بقى يبرد. وبعد أمّا يغلي أسيبه يبرد لحد ما أكمّل الزلابية يا جماعة الشربات بيبقى بارد، سيبيه يبرد خالص والعجينة طبعًا الزلابية بتبقى طالعة من الزيت سخنة يعني. وهنا بسم الله ما شاء الله بعد أمّا رجعت لكم بعد أمّا العجينة خمرت كده بقى لها ساعة بالضبط، شايفين ما شاء الله عاملة إزاي؟ زي ما هارجع معاكم تاني وأقول لكم أنا باحطها ساعة في مكان دافئ باغطّيها كده وكمان كنت مغطّياها بفوطة وحاطّاها يعني مسخّنة الفرن كده شوية، طبعًا مش سخن أوي برضه، هو يبقى دافي كده وتحطّي العجينة، وارجع أعمل حركة تاني اللي هي ألِتّ في العجينة دي تاني عشان العجينة تلِم معايا. بُصّي، أنتِ ممكن تشتغلي فيها كده على طول، لكن أنا بافضّل يا جماعة إن أنا أعملها بعد يعني بعد ما بتخمر ساعة، أعملها كده وألِتّ فيها شوية وأحطّها نُص ساعة كمان في مكان دافي برضه تبقي مسخّنة الفرن شوية، وكده يا جماعة بعد أمّا سِبتها نُص ساعة تخمر كمان، شايفين ما شاء الله عاملة إزاي، كمّلت خمرانها يعني، وهابدأ أقلي معاكم في الزيت، بس برضه هاعملها مرّة تاني، هالِم العجينة كده بإيدي شايفين ما شاء الله عاملة إزاي وفيها الفقاقيع دي اللي هي يعني العجينة خمرانة وطرية، ويالّا بينا هاقول لكم إزاي بقى تحطيها في الزيت وإزاي تبقى مقرمشة معاكِ زي ما اتفقنا، شايفين هي كده جبت لكم الخمران بتاعها خمرانة إزاي، وإزاي العجينة بتتنفّس كده بالفقاقيع بتاعتها الجميلة، وإزاي هي أصلًا بُصّوا ملمسها ناعم وطرية إزاي، ويالّا أنا هنا كنت باسخّن الزيت وهاقول لكم يالّا بينا نعمله. الزيت كان على النار، الزيت يا جماعة مش سخن أوي ولا بارد أوي، يعني وسط كده، أول ما تحسّي إن هو يعني سِخن شوية ابدئي حُطّي فيها على طول. وهنا بس كنت بالِم العجينة تاني عشان إيه، أقدر إن أنا أمسكها في إيدي وأحطّها وأعمل بيها يعني، شايفين؟ ما شاء الله. ويالّا بينا بقى نبدأ نحطها في الزيت أهو زي ما أنتم شايفين، بتمسكي العجينة في إيد والإيد التانية بتبقي حاطة جنبيها طبق فيه زيت، بتحطي الزيت طبعًا إيدِك برضه اللي هي اللي أنتِ بتعملي بيها تبقى فيها زيت، تحطي معلقة في الزيت وتحطيها في العجينة وزي ما أنتم شايفين كده، وتعمليها كذا مرّة وتكرريها. بُصّوا على الزيت أصلًا العجينة بتطلع إزاي، تبقى نازلة تحت وبعد كده تروح طالعة فوق من أهو شايفين اللي أنا عملتها دلوقتي دي، بتقِب تاني فوق كده، شايفين؟ ما تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة لو عجبكم الفيديو وتعملوا لي لايك ويا ريت تكتبوا لي كومنت كده تشجعوني فيه، وهنا أنا هاحط الزلابية يا جماعة في الزيت نُص سِوَى مش سِوَى كامل، شايفين أنا حطيتها كده
لسه طرية أهي، نُص سِوَى، هاطلّعها برّه تبرد شوية وارجع أسخّن الزيت تاني، دي بقى التَّكّة اللي أنا قُلت لكم عليها، أهو شايفين دي نُص سِوَى، أنا مطلّعاها نُص سِوَى. أنا عايزة أقول لكم كده يا جماعة إن دي أصلًا نُص الكمية اللي أنا عملتها، أنا ما عملتهاش كلّها، دي نُص الكمية بس اللي طلعت معايا. فأنتِ لو أنتِ عايزة تعملي حبّة صغيّرين على قد اليوم، اعملي نُص الكمية، شايفين؟ كده دي كانت نُص سِوَى، ورجعت هنا حطيتها في الزيت تاني بعد أمّا بردت خالص، حطيتها في الزيت مرّة تانية وأقعد بقى أقلِّب فيها كده لحد ما تحمَر خالص وتدّي اللون الدهبي الجميل بتاعي، شايفين؟ وهاطلّعها على الشربات، طبعًا زي ما قُلت لكم في أول الفيديو الشربات يكون بارد أهو، شايفين؟ كده بُصّوا الزلابية هنا كانت نُص سِوَى، سِبتها تبرد خالص، بعد كده رجعت سخّنت الزيت، دي اللي هتخلّي لِك الحركة دي يا جماعة اللي بتخلّي لِك الزلابية مقرمشة معاكِ لتاني يوم. كده أنا كنت باطلّعها من الشربات، أطلّعها في مصفى تمام، هارجع أقول لكم تاني الحتّة دي يا جماعة، إن أنتِ تطلّعي الزلابية نُص سِوَى وتحطّيها تبرد خالص، وبعد كده ترجعي تحطّيها في الزيت سُخن تاني عشان تقعد معاكِ لتاني يوم. عايزة تاكليها في نفس اليوم خلاص، أنتِ بقى سوّيها اللون الدهبي كده في نفس اليوم وخلاص وكليها في يوميها وخلاص. عايزة تقعد معاكِ لتاني يوم عشان خاطر برضه ما تترميش وكده، اعملي الحركة اللي أنا باقول لِك عليها دي. ده كان الجزء الباقي حمّرته خالص ولونها كان دهبي كده وحطيته في الشربات، وقلّبت فيها شوية صغيّرين، ما فيش ما تسيبيهاش كتير يعني شوية كده وطلّعيها كده في مصفى زي ما أنتم شايفين، شايفين لونها إزاي ذهبي وجميلة إزاي؟ وهنا يا جماعة كنت قدّمتها بلونها الذهبي الجميل المقرمشة اللي قعدت معايا لتاني يوم زي ما قُلت لكم بألف هنا وشفا، ما تنسوش تشاركوا قناتي وتعملوا لي لايك وتقولوا لي comment كده تشجعوني فيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.